نحن على البث مباشرة الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي فرنسا، 8:30 بالتوقيت الجزائر، 7:30 بالتوقيت لندن. اليوم السبت 8 من شهر فبراير 2025. مرحبا بالجميع. بداية، موضوع سهرة الليلة بكل تأكيد رايح يكون الجزء الأكبر منه 80% أو 90% بخصوص زيارة وزير الخارجية أحمد عطاف إلى دمشق، ولقاؤه مع الحاكم العسكري في سوريا أحمد الشرع معروف بالجولاني. أقول الحاكم العسكري ولا أقول الرئيس السوري، هذه قناعة شخصية، والقناعة ما نقدروش نغيروها إلا إذا تغيرت المعطيات. وللأسف الشديد الوضع في سوريا لم يتغير، المعطيات في سوريا لم تتغير هي نفسها، والحاكم الفعلي في سوريا هو زعيم التنظيم الإرهابي السابق في سوريا. ولحد الآن أمريكا والدول الغربية خاصة أمريكا ما زالت لم تسقط اسم ما يسمى برئيس سوريا من قائمة المطلوبين دوليا. إذن النتيجة هو أن وزير خارجية الجزائر التي حاربت الإرهاب زار وقابل زعيم تنظيم إرهابي. أنا هذا الأمر اللي ما قدرتش نستوعبه، هذا الأمر اللي ما قدرتش نآمن به وما قدرتش نقتنع به، الأمر اللي ما قدرتش نفهمه وكثير من الجزائريين ما قدروش يفهموه هو أن الأمور تسارعت نحو الأسوأ. نعم، نحو الأسوأ منذ أشهر عديدة، ونحن نقول أن السياسة الخارجية الجزائرية والدبلوماسية الجزائرية فشلت فشلا ذريعا في الحفاظ وليس في تحقيق أهداف، في الحفاظ على الأهداف والنقاط التي حققتها الجزائر طوال 50 سنة. نعم، منذ أشهر ونحن نقول أن السياسة الخارجية الجزائرية أثبتت فشلها في الحفاظ على مكاسب ونقاط حققتها الدبلوماسية الجزائرية طوال 50 سنة وأكثر، منذ 1967. منذ 1967 الآن رانا في أكثر من 50 سنة، والجزائر تحقق بعض المكاسب على المستويات الإقليمية القارية والدولية فيما يخص قضايا الأمة أو فيما يخص قضايا التحرر أو قضايا المصيرية في السياسة الخارجية الجزائرية، وبالأخص القضيتين الأساسيتين، قضية فلسطين وقضية الصحراء الغربية. الجزائر وخلال أشهر قليلة فشلت في الحفاظ على هذه المكاسب التي حققناها طوال عقود. القضية الصحراوية شفنا كثير من الدول الإفريقية والأمريكية الجنوبية التي سحبت اعترافها بجبهة البوليزاريو واعترافها بالجمهورية الصحراوية، وهذه الدول التي سحبت اعترافها اعترفت بالقضية الصحراوية نتيجة الدبلوماسية الجزائرية، حقيقة نتيجة نشاط الدبلوماسية الجزائرية، نتيجة التحرك والمواقف الجزائرية على المستويات المختلفة القارية والإقليمية والأممية حققت الدبلوماسية الصحراوية بمساعدة الدبلوماسية الجزائرية مكاسب كبيرة. خلال أشهر قليلة حوالي 6 دول أو أكثر، لحد الآن 7 دول ما بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا، 7 دول سحبت اعترافها بالقضية الصحراوية. هذه خسارة ونكسة للقضية الصحراوية طبعا، ولكن في نفس الوقت نكسة وخسارة للدبلوماسية الجزائرية. في قضية فلسطين طوال
أكثر من 50 سنة، من 1967، والجزائر تحافظ على مواقفها وعلى مصطلحاتها السياسية بخصوص القضية الصحراوية والاحتلال الإسرائيلي. خلال أيام قليلة، أيام وساعات قليلة، تغيرت المعادلة نهائيا، وأصبحنا نقول إسرائيل وليس الاحتلال الإسرائيلي، وهذا تراجع رهيب وخطير جدا جدا جدا. الآن بخصوص الملف السوري، قبل شهرين، نعم شهرين، النظام الجزائري، الدولة الجزائرية، ونفس وزير الخارجية الجزائري، وزير الخارجية الجزائري الحالي أحمد عطاف، كان يصف هذا الرئيس الحالي السوري، يصفه بتنظيم إرهابي، زعيم تنظيم إرهابي. نعم، وزير الخارجية الحالي كان يتحدث مع وزير الخارجية السوري المخلوع، مع الرئيس المخلوع، في مكالمة هاتفية، يصف هذه الجماعات المسلحة الإرهابية بالتنظيمات الإرهابية في أقل من شهرين، عندما كانت الجزائر تسير بمواقفها الثابتة وبمبادئها التي لم تتغير. اليوم لما أصبحت الجزائر، وللأسف الشديد وهذه حقيقة، أصبحت تسير بمواقف أردوغان وسياسة أردوغان، أصبحت تتغير المواقف 360 درجة في رمشة عين. يعني كل مكاسب الدولة الجزائرية ضاعت في تمريقة أردوغان، ضاعت في تمريقة أردوغان. نروحوا بالعقل، مشي نقطة نقطة، لأنه الموضوع هذا أنا مدمرني بصراحة، وما كانش يجي حلفهم ويقول لك هذه سياسة وحكامة، ما كان والو. السياسة الحكيمة هي اللي تكون مبنية على أسس، تكون مبنية على قراءة ودراسة ومواقف، لأنه منذ البداية كان من المفروض منذ بداية الأزمة في سوريا كان من المفروض ناخذ مواقف ونبقوا ثابتين عليها. يا أخي، عوض أننا لا نتدخل في الشأن السوري، لأنه بالفعل الشأن السوري شأن داخلي، يا إما نتخذ مواقف ولا نتراجع عليها إلا إذا شفنا أنه من مصلحتنا التراجع. إذن السؤال المطروح: هل من مصلحتنا في الجزائر أن نتراجع عن مواقفنا التي أعربنا عنها كخارجية جزائرية قبل شهرين؟ للأسف ليس من مصلحتنا ولا فائدة لنا. يعني سوريا ليست دولة جوار، هي دولة شقيقة، نعم، دولة عربية مسلمة كذا كذا كذا، النظام السياسي مسلم طبعا، شعبها فيه مسلمين ومسيحيين وفيه لا دينيين وفيه كثير يهود، حتى يهود كاين سوريين في كثير من المناطق، ولكن سوريا نعتبرها طبعا دولة شقيقة، ولكن لا تقع على حدودنا. إذا ما عندناش مصالح جغرافية ولا مصالح اقتصادية مع سوريا، عندنا مصالح تاريخية، نعم، وعندنا مواقف. إذا نراعي هذه المصالح في اتخاذ قراراتنا، ولا نتسرع، لأنه مثل ما قلت، شوفوا معايا، هنا في 2 ديسمبر 2024 الجزائر تعرب عن قلقها إثر التطور الحاصل في سوريا، وتضع هذه الأرقام تحت تصرف الجالية الجزائرية في سوريا في حالة ما احتاجوا أي شيء. أوكي، هذا البيان الأول. يوم 3 ديسمبر أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف طبعا مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السوري السيد بسام صباغ. هذا بسام صباغ كان وزير خارجية في حكومة بشار الأسد. يوم 3 ديسمبر وش يقول فيها؟ يقول فيها أنه سمح الاتصال للسيد وزير الدولة بالاطلاع على تطورات الأخيرة للأوضاع بشمال سوريا، وتأكيد موقف الجزائر
الثابت وتضامنها المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة دولة وشعبا في مواجهة التهديدات الإرهابية. أحمد عطاف في 3 ديسمبر يصف هذا وزير الخارجية اللي استقبله، ويصف رئيس الأمر الواقع في سوريا أحمد الشرع، يصفهم بتنظيمات الإرهابية، لأنه هذو كانوا يقودوا في حكومة إرهابية في إدلب اللي زعيمها زعيم النصرة الجولاني، أو رئيس الحكومة الإرهابية في إدلب هو هذا رئيس الشيباني، هذا وزير الخارجية الحالي، هذا وزير الشؤون الخارجية السوري الحالي الشيباني، كان زعيم حكومة إرهابية في إدلب. في أقل من شهرين أصبح حكومة في سوريا، ويروح ليه سي أحمد عطاف يقول له شقيقي وحبيبي وأخي. يا ربي قبل شهرين كنت تقول عليه إرهابي، قبل شهرين كنت تقول عليه إرهابي. يا عباد ربي، يا تبون، يا تبون ويا عطاف. احنا في الجزائر مدني مزراق وعلي بالحاج والإرهابيين هذوا، وقعدنا 10 سنوات وأكثر باش قدرنا نتأقلموا ونقولوا معليش، ولكن ما اعترفوش بهم. قلنا نديروا مصالحة وكل الشامي شامي والبغدادي بغدادي، هذو اللي عندنا معاهم مصلحة. مدني مزراق والعيايدة وعلي بالحاج وزعماء الإرهاب في الجزائر، ولم نعترف بهم ولا نعترف بهم لأنهم إرهابيين، زعماء تنظيم إرهابي. إذن أحمد عطاف الذي كان يصف الشيباني وزير الخارجية وصف الجولاني رئيس سياسة أمر الواقع في سوريا يصفهم بالإرهابيين زعماء التنظيم الإرهابي، اليوم مجمع معهم ومتصور معهم ويضحك معهم والدنيا هانية، وها وين مجمع مع زعيم التنظيم الإرهابي سي عطاف، ها وين ويسلم عليه، والعالم الجزائري مع العالم السوري. أوكي هذا معليش، العالم مع العالم معليش، ولكن زعيم التنظيم الإرهابي مع وزير الخارجية الجزائري. السؤال: كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟ كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟ يوم 4 جونفي الجولاني يصل إلى تركيا ويستقبله أردوغان. يوم 5 جونفي، يعني بعد يوم 5 جونفي، وزير الخارجية سي هاكان فيدان يتصل بوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ولا ندري ماذا دار بينهما، يعني الرسمي ما نتكلموش على بيان وزارة الخارجية، ماذا دار بينهما ليقرر سي عطاف التنقل فورا إلى دمشق ومقابلة الجولاني. أمور مربوطة. يوم 4 الجولاني راهو عند أردوغان، أعطاله التعليمات وأعطاله خارطة الطريق، ثم أمر كهاكان أنه يرتب الأمور مع حلفائه من بينهم الجزائر في القائمة، وقالوا اتصل بأحمد عطاف واتصل بالجزائر، قول لهم بلي يرتبوا الأمور ولازم يقوموا بالزيارة لإبداء الولاء وإبداء الاعتراف بالجولاني. هذه الحقيقة، هذه الحقيقة المرة. أحمد عطاف تلقى الأوامر، تشاور مع رئيسه ونفذ الأمر. أحمد عطاف طار إلى دمشق بناء على أوامر من أردوغان، بناء على أوامر من أردوغان، واللي ما عجبوش الحال يضرب راسه على الحيط. احنا للأسف الشديد الجزائر ما عندناش استثمارات، لا في الدول الإفريقية. عمرك سمعت في دولة إفريقية يوجد حي أو يوجد قرية جزائرية 100%؟ ما عندناش. حتى بنوك جزائرية ما عندناش. عمرك سمعت في أوروبا عندنا بنوك جزائرية؟ كاين بنوك إماراتية هنا، بنوك إماراتية في باريس كاينة، بنوك قطرية موجودة، أحياء قطرية وعقارات موجودة. احنا في الجزائر عندنا حي للأسف الشديد من أوسخ الأحياء، من أقذر الأحياء، من أسوأ الأحياء، اللي هو بارباس، مشهور بالجزائر لكن هو ما عندوش علاقة بالجزائر، لأنه فقط الجزائريين الحراقة اللي محتلينه. ما كانش الدولة الجزائرية باينة فيه يعني كش مرافق. احنا عندنا
مسجد باريس الشيعة مدينة الجزائر، لكن اللي مسيطرين عليه المغاربة هم مسيطرين على مسجد باريس. وحدة مروكية هي الشيكور في مسجد باريس دايرة قراعة، بالرغم من أن الجزائر 2 ملايين أورو تمدها للمسجد، وحوالي 200 و 300 إمام الدولة الجزائرية وزارة الشؤون الدينية اللي تخلصهم باش يدعيوا لفرنسا ربي يحفظ فرنسا وربي يحفظ ماكرون والدولة تخلص. لكن تدخل المسجد باريس لا تجد ما يؤكد أو يوحي أو يؤشر أنه فيه يعني شيء تاع الجزائر. توجد مغاربة، تلقى المقروط تاع تونس، تلقى الحلويات تاع المغرب، تلقى البريق تاع التاي تاع المروك، تلقى السنيويات في رواحهم الطوابل تاع المروك. تدخل المطعم، كاين مطعم في مسجد باريس تحس روحك في المروك، تحس روحك في المروك. حتى الكسكس اللي مرات يطيبوه على الطريقة التونسية أو المغربية، بالرغم من أنه مطعم خاص كاريه واحد وحده والله يسهل عليه. لكن أنا حاب نعرف، عندنا مركز ثقافي واحد ما يدخل ليه، واحد ما سمعتوا مهرجانات، كش ما سمعتوا معارض، كش ما سمعتوا. انا رحت تصورت خطره، دخلت المركز الثقافي حسيت روحي داخل حاشاكم الكوري، دخلت ودورت وطلعت وهبطت وكذا وصورتكم فيديو. لو كان حبيت نفلق جد المركز الثقافي واحد ما يشوفني، لا عساس، لا كاميرات مراقبه، لا مدير، لا سكرتير، لا والو، كوري دابرك مولاه مفتوحه. يعني ما عندنا لا استثمار ثقافي ولا استثمار رياضي ولا استثمار